نفسي والله اقول لكم صباح الورد، بس ماليش نفسي اقول لكم صباح الورد والله العظيم. انتوا عارفين ليه؟ لسه شايفه كده مقطع فيديو لزميله معانا على التيك توك بتتكلم عن حاجه اسمها سوق الشرق، اللي هو لامم كل الاجيال الجديده، وممكن تكون بعض الناس سمعت عنه وبعض الناس لا. انا لما جيت نزلت هنا على برنامج التيك توك كان هدفي حاجه واحده، ان انا اوعي الاسره من الخلافات الاسريه، ان هي تاثر على اولادها. عادي يعملوا مشاكل، الدنيا كلها بتعمل مشاكل، ده امر عادي، بس اللي مش عادي ان مشاكلنا تاثر على اولادنا وندمروا جيل باكمله. بس حسستوني ان انا بتكلم كلام اهبل بعد ما كنت بقعد في اللايف بالساعتين وثلاثة واربعة، ومرة والله العظيم قعدت ساعات، وحسيت ان انا بتكلم كلام مش هغير اي حاجة بجد، لان مش كتير بيتكلموا فيه. خلاص كله بقى انتبه للسوشيال ميديا بقى، والنصايح الستات وازاي تغذيه وازاي تعملي لنفسك كرامة والكلام ده، والموضة والبناطيل المقطعة بتاعت البنات. انتوا عايزين كده؟ يعني انتوا عايزين كده؟ انتوا شفتوا السوق الشرقي ده؟ انا اتصدمت لما دخلت شفته بعد ما شفت الفيديو. هو المكان ده موجود فعلا في مصر؟ انتوا عارفين ده بيفكرني بايه؟ بعبدات الشيطان اللي احنا كنت بشوفهم في الافلام. العيال شبههم، ومكان كبير كده فعلا، سوق ولمم كل الاجيال الجديده، واجيال اللي هي في عمر الزهور يا جماعه، اللي من سن 13 14 سنه، جيل لسه كده بيشب، لسه في سن البلوغ، ندمرهم ونرموهم في التهلكه بايدينا. هو انت يا ام، انت ما تعبتيش في العيال ديت، في حملك ليهم وفي الولاده وفي تربيتك ليهم، عشان انت ترميهم في التهلكه؟ انت ما تعرفيش؟ نقول انت ما تعرفيش؟ طب ما بتفهميش؟ ما تعرفيش ما عيالك بيروحوا فين وبيجوا منين؟ ما بتحاوليش حتى تراقبيهم تشوفهم هم بيكلموكي بيقولوا لك فعلا معلومات صحيحه او كاذبه؟ هتقولي بثق فيهم؟ انت ربيتي ربايه صح علشان تثقي فيهم؟ ربيتيهم ربايه صح وعلمتيهم مبادئنا واخلاقنا وديننا والحرام والحلال، وبعد كده يا ستي ارميهم في النار هيرجعوا لك سلام، لان انت حطيتي فيه المبدأ. انما انت لا ربيتي ولا فهمتي ولا اي حاجه. وانت يا باشا يا برنس، الاب بيعمل ايه؟ ايه دورك انت في الحياه؟ انت ايه دورك؟ انا ذكرت الاول لان الام هي اللي بتبقى قاعده في البيت وعارفه العيال بيروحوا امتى وبيجوا امتى، بيروحوا فين وبيجوا منين، وبتدي التقرير للاب. انت بقى فين مراجعتك كأب يعني؟ ودورك ايه يعني؟ انت انا بشتغل وطفحان الدم عشان اكل العيش. طب خلي بالك بقى، انا احب افكرك او اعرفك بس، طفح الدم اللي انت فيه ده كله هيروح على الارض، وكمان هتروح جهنم، لان انت ما احسنتش تربية ولادك. ايه رأيك بقى؟ يعني اجري جري الوحوش غير رزقك يا ابن ادم لم تحوش. كل تعبك ده في الارض، ده غير الحسرة بقى والندم على زهرة عمرك. ده الشباب الجديد يا جماعة، ده الجيل، ده المستقبل. انتوا عارفين يعني ايه جيل؟ جيل بأكمله، إلا من رحم ربي. العيال يا إما عرايا، يا إما أجيال ما شافتش ريحة الرباية، وما فيش أسلوب وما فيش رد وما فيش أخلاق، ما فيش حاجة خالص. أكيد انتوا ما بتربوش. استحالة، استحالة تكونوا ربيتوا وطلعوا بالمنظر ده. مفيش رقابة، مفيش تربية، مفيش حاجة خالص. مفيش. المكان ده يا جماعة، بجد كل اللي شاف الفيديو ده يعمل فيديو زي كده ويتكلم لحد المكان ده ما تجيله بلاغات ويتقفل. بس خلينا صراحة مع بعض، خلي المكان ده اتقفل. العيال دي هتدور لها على مكان تاني يتلموا فيه، لان هم اصلا مش لاقيين بيت يتلموا فيه.
مش لاقيين اب وامهم يلموهم، مش لاقيين اب وام يلموهم. مكان هيتقفل هيروح مكان تاني وهلم مجرة. صح؟ ما هو انا لو مربيه عيلي صح وحاطه فيه الاسس والمبادئ والاخلاق وان فيه حلال وفيه حرام، ابني او بنتي مش هيروحوا الاماكن دي. استحاله. حطي الاساس صح وارميهم في النار هيرجعوا لك سلام، صخ سليم. اتكلمت كتير والله العظيم ويأست. انا يأست من الكلام وبطلت اتكلم اساسا والله العظيم. يعني انتوا كلكم دلوقتي بتشوفوا انا بطلع، هند حسني بقت بتطلع جولات، بطلت اتكلم. شايفه الفساد عمال يزيد ومحدش بيتكلم في اللي انا بتكلم فيه، بيتكلموا في حاجات تانية. الستات الحلوين اللي بيطلعوا في السوشيال ميديا، لازم تعملي لك كرامة مع راجلك، سيبيه، طلقيه، اخلعيه، ولعي فيه. والهدوم بقى المضاد بقى والحلاوة بقى. انا لسه شايفه فيديو البنت من السوق الشرقي ده لابسه بنطلون مقطع، تقول انتوا بتعيبوا على بنطلوني، ده بنطلوني ده انا اول واحده البسه، ده جاي على اسمي. ما هو فعلا لازم يبقى جاي على اسمك، امال هو جاي على اسم مين يعني؟ ده مين اللي يلبسه البنطلون اللي انت لابسه؟ البنطلون يا جماعه ما فيهوش حته مسدوده، متقطع من كل ناحيه. يا اما لابسين تيشيرت وما فيش حاجه تحت التيشيرت، تخيلوا انتوا بقى المنظر. والصبيان اللي هم ولادنا اللي هم هيبقوا رجالتنا وسندنا، هيبقوا سندنا، ها؟ يعني احنا بنربوا جيل علشان دول هيبقوا سندنا في الكبر، صح؟ تعالوا بقى شوفوا بقى سندكم عامل ازاي بقى، معري سرته زي البنات ولابس حلق مربي شعره. ايه رايك؟ هو ده سندك يا ماما؟ هو ده يا حبيبتي اللي هيسندك؟ هو ده اللي هيسندك كده لما تمشي تتعكزي عليه؟ هتعرفي تتعكزي عليه؟ هيعرف يبقى راجل في البيت ده يا والدي؟ لو انت مش موجود هينفع يبقى راجل بدالك ده في البيت؟ اشربوا، اشربوا سوء تفكيركم وسوء اختياركم. مش سوء اختياركم لبعض، لا، ده نصيب، اسمه ونصيب، سواء فشلتوا نجحتوا ربنا رايد ان انت تقابل الشخص ده ويخش حياتك. بس اختياركم ان انتوا اخترتوا المشاكل، اخترتوا تعاندوا في بعض، كل واحد يركب دماغه وعايز يمشي كلمته على التاني. اشربوا عمايلكوا في زهرة عمركوا اللي هتدخلكوا جهنم حتف. والله العظيم والله العظيم انا لو حكموني عليكم ومكان الحاكم يجيب لكم اعدام.